اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح السعادة، صباح جميل، صباح مشرق بنور الله، صباح سعيد على عيونكم. زي ما انتوا شايفين لمينا كل حاجة في البيت، أصل الكبير كبير مهما تقولوا، الكبير لازم ياخد وضعه. فحطينا له حلو وحادق. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة، وعزومتنا النهاردة مختلفة. هو انت كل يوم عندك عزومة؟ وحياتي يا رب اهو ربنا شاهد عليا ان العزومه دي جايه لي كده. بصوا يعني حتى الاكله جايه لي معاهم، يعني جابوا لي الاكله وقالوا لي اعملي لنا الاكله دي نتغدى كلنا سوا. هم مين؟ هنعرف دلوقتي مع بعض. خلينا مكملين اليوم مع بعض ونشوف بدأ من الساعه كام. يومي النهارده بادئ من الساعه 6 الصبح. يا خرابي، هي العزومه كبيره قوي للدرجه دي؟ تعالوا نشوف. وليه بدأ من الساعه 6 الصبح؟ هنا عندي كزبره خضراء، عندي برتقان، عندي جزر، عندي طماطم، عندي بصل، عندي ليمون. ازيك يا خلود؟ الحمد لله. تعالى. ليه واخد ده؟ الباب بتاع كريم اتقفل. طب تعالى. استنوا يا ولاد اسلم على يا ولاد. حلوه يا ولاد دي. استنوا يا حبايبي اسلم على خالد، اصل انا ما شفتوش بقالي نص ساعه. ايه الدلع ده؟ طب انا بتدلع، انت بتدلع معايا، بتقوم على عمي. المهم يعني زي ما انتم شايفين، صباح السعاده على عيونكم. مشيتهم على المدرسة الصبح، وبعد كده رحت داخلة على المطبخ. قلت ايه، نجهز حالنا كده، نجهز بدنا ترويقة فنروق. فأول ما نروق الدنيا كلها هتروق معانا. ربنا يروق بالكم، اللهم أمين، ويسعدكم ويسعد كل حبايبكم. هنا زي ما انتم شايفين غسلنا الخضار اللي هو عبارة عن بصل وطماطم وفلفل وجزر وكزبرة. الكزبرة دي يفضل تكون كرفس. حلو الكلام. بس انا دورت ودعبست في التلاجة ودخلت بدماغي وطلعت، وبرده ما لقيتش كرفس ولا لقيت بقدونس. بديل الكرفس البقدونس انا ما لقيتش. بس انا عايزه اديها حاجه خضره في التتبيله بتاعتي، فرحت حاطه كزبره. والله بصوا يعني النتيجه هتبهرنا يعني. كلنا هننبهر مع بعض. هنحط البصل وهنحط الطماطم والفلفل، وممكن تضيفي فص ثوم لو انت حابه، والجزر، كله على بعضه، ونفرمه فرم ناعم زي ما انتوا ايه هتشوفوا دلوقتي مع بعض. يا سلام يا سلام. اهو بصوا بحالهم، كله بحاله، حاله بمحتله زي ما بيقولوا كده يعني. بس كده افرمي بقى لحد لما الحاجات دي كلها تختلط، حتى الجزر، الكزبره او الكرفس بتاعي او البقدونس، ايا كان نوع الخضار اللي انا حطاه، كله يتفرم مع بعضه، ما يبانش زيت من عبيد، كله يتضرب مع بعض. طب انت نسيتي الليمون والبرتقال. لا مش ناسياهم، استنوا هقول لكم نعمل ايه. لان البرتقال ده لو اتحط هنا دلوقتي هتبقى كارثه. هيبقى فيه طفل، والطفل ده هيعوق معانا الطعم والاكل. فاحنا عايزين نتخلص من الطفل بتاع البرتقال، لان طبعا البرتقال دلوقتي مش في عزه، مش في يعني ايه، في ريعان شبابه. لا ده لسه في البدايه، لسه يا دوبك بيقول يا هادي. بعد ما ضربنا بقى كل الخلطة دي هنفضيها في الصينية. طبعا صينية تانية نظيفة او صينية تكون هي وغسلتيها. المهم تنضفي حاجتك اول باول علشان ما يبقاش فيه ريحة اي زفارة، ولا فيه في الاكل بتاعك اي ريحة مش كويسة. بعد كده هو نفس الخليط، لان انا كده كده هاخد العصير البرتقال ده احطه على الخليط، هضربه في الكبه وهصفيه علشان خاطر اخد العصاره بتاعته. وممكن تعصريه في العصاره، بس انا نسيت وقشرته. فقلت خلاص كده هاخد عصاره اكتر وميه اكتر وطعمه برتقان اكتر. زي ما قلت لكم انا ايه، يا دوبك صحيت مشيت الولاد على المدرسه، كان الساعه 6 الصبح كده، 6 ونص. عبال ما مشوا كانت 7، يعني عبال ما وقفت في المطبخ كانت 7. عملت الحاجات اللي بقول لكم عليه دي، وهقول لكم ليه بادئه من بدري. علشان عشان ايه يعني، ايه السبب. عصرنا، بصوا الميه نازله قد ايه، ميه البرتقال نازله قد ايه. بس التفل ده كله كان هيبوظ لي الخلطه بتاعتي ويبوظ الطعم كمان لو اختلط بالخلطه. هنا بقى نبدأ نعصر الليمون كمان. وممكن تسيبي قشر الليمون عادي، لان طبعا اي حاجة فيها لحوم، فيها فراخ، فيها طيور، بنحب نكون واثقين من ان شاء الله ما يكونش فيها زفارة. لان في ناس ممكن تكون معانا غريبة على السفرة، ولو حتى جوزك ولو ولادك لو شموا ريحة زفارة في الاكل هيكرهوها. هنا بقى حطيت معلقتين 2 ملح على التتبيله. معلقه واحده هتكون شويه صغيرين، وبعد كده معلقتين خل او معلقه واحده لو الخل بتاعك مركز، وبعد كده معلقه من الزعتر او الزعتر، وبعد كده الروزماري بس مش هنضيفه دلوقتي. دي بهارات فراخ. حطيت برده معلقه مليانه حبهان مطحون، ربع معلقه او نص معلقه صغيره، ودبس رمان من يكون التقيل. بصوا كاني بفضي عسل يعني. اخدت معلقتين كبار. والكاتشب هنا تقدري تبدليه بعسل النحل لو ما عندكيش كاتشب ومش عايزه تحطي كاتشب. وكمان مستكه
يبقى بهارات الفراخ غنت عندي عن ايه بقى؟ البصل البودر والثوم البودر والقرفه والكلام ده كله. حطيت بهارات فراخ، وطبعا نص معلقه من الفلفل الاسود، وثلاث 4 معالق زيت. كل الكلام اللي انتوا شفتوه ده هنقلب بقى الخليط ده كله ببعضه. وزي ما قلت لك ممكن تسيبي قشره ليمونه واحده كده عشان ما يبقاش فيه اي زفاره. هنا بقى عندي ديك رومي بوزن 14 كيلو. والله العظيم بألف هنا يا رب اللي ليه نصيب ياكل منه. وطبعا نقعاه طول الليل في المحلول النقع بتاعه، وكنت ممكن اتبله من بالليل بس انا غسلاه متاخر يعني، طلعته لان هو كان جاي لي اول امبارح فحطيته في الفريزر وطلعته امبارح. وخرجت زي ما قلت لكم انا ونور كنا بنعمل الرز المعمر ورايحين مشوار، جينا من المشوار متاخر، فعبال ما طلعته وفك ومش عارفه ايه نقعته متاخر. فقمت الصبح بدري قلت اول حاجه قبل ما اعمل اي حاجه في الحياه اتبل الرومي بتاعي. عشان ايه؟ الكبير ياخد وضعه. الكبير كبير يا جماعه، والله ده لازم يبقى ليه وضع خاص كده. تقدري بقى هنا بقى تلعبي ادوار كتيره قوي مع الرومي ده، يعني تقدري تعمليه معامله خاصه، تقدري تحشيه، تقدري تسيبيه، تقدري. بصوا يا جماعه ده بيتعامل معامله كبير قوي. هنا زي ما انتم شايفين تبلت تحت الجلد، فتحت عملت نغزات كده بالسكينه، بالسكينه في اللحمه بتاعته، ودخلت فيها التتبيله. وما شاء الله تبلته تتبيله كامله من بره ومن جوه. وكمان هيفيد عندي حبه تتبيله هسيبهم مش هحتاجهم دلوقتي خالص. هنا بقى كانت الساعه كام؟ 7، لسه بدري قوي. هروح انام لي ساعتين 3 لان مفيش اي حاجه تتعمل في البيت، وارجع لكم تاني لما اصحى من النوم. بقول لكم بقى هنام ساعتين 3 4 كده يعني. المهم ان دوت الافضل ليه انه يبات في التتبيله ليله كامله. فانا طبعا عايزاه برضو يعيش حياته مع التتبيله. هعمل ايه؟ اروح انام. الرومي مش بياخد وقت كتير في السوى، دي اول حاجه. تاني حاجه الحاجات اللي جنبه مش هتاخد معايا وقت، فانا عارفه قدرات العزومه بتاعتي هتاخد معايا وقت قد ايه، فانا مريحه دماغي. دلوقتي بقى كانت الساعه كام؟ كنا صحينا من النوم وفطرنا وشربنا الشاي، فكانت دلوقتي الساعه 2. يعني انت من الساعه 6 7 الصبح سايباه في التتبيله لحد الساعه 2، يعني ما يعادل مثلا 5 6 ساعات. جيت بقى عملت له البوكيه جرنيه بتاعه، عباره عن زي ما انتم شايفين بطاطس وجزر وكوسه، تقدري تحطي بسله، تقدري تحطي فاصوليا خضراء، بس اهم حاجه يكون القطعه بتاعتك محمله علشان لو قعد في الفرن ساعتين 3 الخضار بتاعك ياخد وقت السوا. كل حاجه ترنشات، بس ترنشات سميكه شويه. والبصلايه البطاطسايه 4/4، والبصل سايباه زي القوارمه كده بصل لوحده. حطيت عليه بقيه التتبيله. وبعد كده تعالوا نشوف هنحط ايه تاني. هحط قرنفل، هحط الحاجات بقى الصحيحه، وهحط روزماري، وهنحط حبهان، وهنحط ورق لوري، كلها حاجات حصى يعني هاخد منها النكهات بتاعتها وتعمل لي مرقه كده بالخضار حلوه قوي. تمام. ما حطيتش ملح عشان التتبيله بتاعتي متبله، الخضار بتاعي حطيت عليه جزء من التتبيله. نشيله بقى. هنا كانت نقع لما قال لي ايه يا عيني يا ليل، يا عيني يا ليل، ما اعرفش احسب. والميه اللي نازله منه دي كمان هحطها على الخضار بس كده. هنا بقى كنت مولعه الفرن ما يقل عن لا يقل عن 30 دقيقه، يعني نص ساعه. نص ساعه مولعه الفرن وسايباه. هنا بقى حته زبده، واروح ماسكه الزبده كده وعامله تحت الجلد وفوق الجلد. طب ليه يا سمر الزبده؟ الزبده دي هتسيح، وهي بتسيح كده هتاخد البهار معاها وتنزل تتغلغل في قطع اللحمه، فاللحمه هتبقى طريه وشاربه من البهار بتاعها. دول بالظبط 3 معالق زبده. تحت الجلد 1.5 معلقة او 2 معلقتين، وعلى الوش معلقه. تمام كده زي الفل. قولوا زي الفل. هنا بقى ما تستخسريش ابدا ابدا. كنت عايزه اقفل الجلد اللي اتفتحت في البدايه دي بخله، بس بعد ما قفلت لقيت الخله بتطلع من قلب ورقه الفويل، وانا مش عايزه ورقه الفويل بتاعتي فيها فتحات. ما تستخسريش بقى في ورق الفويل بتاعك ابدا. اعملي 2 3 عشان البخار يسوي الرومي بسرعه. الرومي ده يا سمر انت بتقولي لنا 14 كيلو. والله العظيم 14 كيلو بألف هنا. اخد معاكي وقت قد ايه في الفرن؟ هقول لكم طبعا اول ما يطلع. انا بعد 60 دقيقه يعني ساعه جيت بصيت عليه لقيته بيغلي وريحته طالعه وقلب الشقه وحاجه كده لوز اللوز. اسيبه انا؟ سيبته كمان ساعه. امال يعني اطلعه وناكله ني؟ هنا بقى بعد ساعتين بالظبط، ساعتين على ساعه الايد بالظبط زي ما انتم شايفين، شلت من عليه الورق الفويل، كان استوى سوى كامل. والخضار بتاعي زي ما انتم شايفين، وفي صوص وكل حاجه، ما فيش اي حاجه مقصره على حاجه، كله مستوي وكله زي الفل ودايب دوب. يعني انا واضح قدامي ان اللحمه بتاعته بدات تفتح من كتر ما استوت. اعمل انا بقى ايه؟ المفروض ان انا بقى خلاص لسه بدري على الغدا على فكره برضو.
اسكت انا؟ ما اسكتش، اعمل له الخلطه الحلوه دي بقى اللي هي عباره عن زيت وكركم وكاتشب وحبه صغيرين من الملح علشان ما يبقاش الاكل بتاعي مش مظبوط. وندهن ونحطه على الشبكة، ومش هنشغل الشواية، هنسيب البخار او المروحة تدينا معاه لون. وهو بقى في الفرن هنشوف هنعمل ايه. قعد قد ايه يا سمر الديك الكبير ده؟ بالظبط 2.5 ساعة. بعد كده هحط معلقه سمنه ومعلقه زبده، قصدي زيت وزبده، وهنزل فيه بكيلو من الرز البسمتي. تقدري هنا تعملي الرز بتاعك بطريقتين، يا اما رز العسل والقرفه، يا اما الرز المكسرات والزعفران. انا فضلت ان يكون الرز بتاعي بالزعفران لان من اخف انواع الرز البسمتي اللي انت ممكن تعمليه رز الزعفران. حطيت قرنفل وحطيت حبهان وهنشوحه كويس بالزبده والرز، وحطيت مستكه. شوحي بقى وشمي الريحه من قبل ما تعملي اي حاجه. شوحنا. طبعا هنا كنت طفيت على الرومي خلاص، اخد اللون اللي انا عايزاه، وقلت الرز بقى يبقى سخن وبقيه الحاجات بتاعتي تبقى سخنه. يا سمر انت هتعملي رومي ورز بس؟ تفتكروا ان يعني انك انت هتقدري تاكلي 15 20 نوع وانت عندك حاجه اللي جايبها او اللي باعتها طالبها وبيحبها وعايز ياكلها بطريقه مشوي مثلا وعايز ياكل منه بس؟ فانا فكرت ودبرت وقررت ان احنا نعمل جنبه حاجات ممتعة في الاكل، وفي نفس الوقت ما تسدش نفسي عن اني اكل الرومي ده واقوم بواجبي فيه بحيث انه يخلص وما يقعدليش في التلاجة 2 3 يوم. عندي بتنجان قطعته قطع صغيرة وحطيته في القلاية، وهنا جبت رمانايه ما شاء الله زي الرومي تقريبا كده مقلوظة. هنفرط الرمان والبتنجان بتاعي بيتحمر عادي جدا، بتقلي بتنجان بس. هنفرط الرمان عادي بقى، فرطيه بالطريقه اللي بتحبيها وزي ما انت عايزه، مش هنحكم عليكي تفرطي الرمان بطريقتنا خالص. انا هنا كان عندي ايد قطاعه من بتاعه الكحك، لما جبتها كانت بتطلع المعمول تخين والكحك تخين، فاستغنيت عنها خالص من المعجنات وبقيت استخدمها ايد هون او اي حاجه ادق بيها على اللحمه. المهم بقيت استخدمها كده. دورت عليها كتير دلوقتي ما لقيتهاش، ورحت جايبه النشابه. ان انا معلش النحو عندي ضرب في بعضه الحمد لله. انا طول عمري فاشله نحو، يعني ما بحبوش اساسا. يعني عايزه اقول لكم ان احنا لازم نتصرف، ايوه باللغه العربيه الفصحى كده كمان، دي كمان باللغه. يا لهوي يا حسي السودا يا ياما. ضربت البتنجان، قصدي قليت البتنجان وضربت الرمان، وهننزل هنا عندنا بقدونس اتقطع. قال لها ما انت بقى عندك بقدونس اهو، مكان الولاد رجعوا من المدرسه وجابوا لي البقدونس يا جدعان. خرطت بتنجانيه كمان وحطيتها تتقلي، وعملت ارضيه من البقدونس وحطيت عليها البتنجان اللي اتحمر. الرز هنا كان اتشرب، وعندي بودره من الزعفران علشان اعمل الرز ده لونين، رزايه بيضه ورزايه صفرة. بس انا عايزه فيه طعم الزعفران. يا ترى بودره الزعفران دي هتديني الطعم؟ لا، هنطلع كده شعيرات الزعفران ونحطها. طبعا اتحط مني زياده بالف هنا يا رب، ليه نصيب في حاجه بياكلها وبيشوفها. الحاجه بتبقى طالعه من مصنعها من ارضها بتتزرع وعارفه رايحه على فين، وربنا كاتب لها مين اللي هياكلها ومين اللي هيكون ليه نصيب يدفع فيها شيء. كله مقدر ومكتوب، وكله بايد الله سبحانه وتعالى، وكله من عند الله سبحانه وتعالى. هنا كان عندي زبيب حطيته كمان على الوش، وهنوطي بقى على الرز ونسيبه يعيش حياته خالص. بس عندي لسان عصفور بقى هحمره كمان في معلقه سمنه بلدي او زيت او زبده، الماده اللي انت تحبي تضيفيها ضيفيها. وكان هنا بقى ايه البتنجان يعني التاني بيتحمر. فتعالوا نعمل كام حاجه كده لسلطه بتاعتنا. سلطه البتنجان من السلطات اللذيذه قوي اللي بتحطيها على السفره وانت مدلعاها. طبعا بتحتاج صنوبر، بتحتاج لحمه مفرومه، بتحتاج كاجو، اللي في امكانياتك حطيه. انا النهارده هعملها بابسط الطرق اللي تقدري تعمليها من عندك من البيت ما تصرفش معاكي كتير. هقلنا البتنجان وحطيناه. حطينا هنا 2 زبادي وعليهم زيت زيتون وعليهم مايونيز، وبرده هنخلطهم ببعض كويس. اهم حاجه الزبادي والمايونيز دول يختلطوا مع زيت الزيتون، يختلطوا مع بعض كويس قوي. مش هحط عليهم ولا بقدونس ولا ملح ولا اي حاجه. المايونيز كفيل ان هو يظبط ملح الزبادي ويخلي كل التست بتاعه حلو. قليت بقى الطبقة التانية من البتنجان، وكمان قليت طاسة عيش، حمصت عيش يعني. تقدري تحمصيه في الاير فراير، تقدري تحمصيه في الفرن، اعمليه بالطريقة اللي انت حباها.
قليت العيش كده واحطه على حروف البتنجان والطبق يعني بتاعي. زي ما قلت لك هنا دي تقدري تضيفي الصنوبر ولحمه مفرومه معصجه، فبراحتك اعملي الطريقه اللي انت تحبيها. انا بعمل سلطه فعايزاها تكون طبق سلطه موفر. بس حطيت الحروف عيش، وهحط بقى الزبادي بالمايونيز في النص على البتنجان على طول. اسكت انا برضو مسكوتشي يعني، ما سيبوش كده، لا لازم ندلعه. في تكه اخيره مش هحطها معاكم دلوقتي، هنحطه في الاخر. خلينا ننزل بالرمان على الزبادي، وبعد كده اخر حاجه هناخدها معانا ساعه التقديم الاكل. كده الطبقين دول شبه خلصوا بنسبه 90%. خلصنا من اول نوع سلطه، نيجي لتاني نوع وهو الدقوس. هنحط فلفل اخضر، تقدري تحطي بارد او حامي. انا حطيت بارد لان عندي انا بودر للدقوس بيكون حراق جدا. هنحط كزبره خضراء، هحط طماطم، وطبعا كميه الطماطم حسب ما انت عايزه قد ايه صلصه او سلطه، عايزه كتير عايزه شويه، ده بيخليكي تحطي الطماطم حسب الكميه اللي انت عايزاها. كام طماطمايه وكام واحد فلفل وفص توم زي ما انتم شايفين، والكزبره الخضراء. وهنضرب كل ده في الكبه لحد ما ينعم معانا، وبعد كده نشوف ايه التوابل اللي هنديها له. زي ما قلت لكم انا عندي بودر للدقوس او صوص للدقوس، توابل للدقوس، بس حطيت معلقه كبيره علشان انا عايزاه حراق، عايزاه مشطشط. وزيت زيتون، قعدت افكر بقى احط زيت الزيتون ولا ما احطش. افتكرت قلت خلينا بدل ما بهدل الكبه ويضيع نصه في الكبه، خلينا نحطه في الطبق على طول. ايوه هو ده اللي انا كنت خايفه منه، قدر الله ما شاء فعل. لاول مره اقول لكم اني كنت النهارده واقفه في المطبخ وانا واحده تانية خالص، ضغطي واطي طول النهار ومش متظبطه، وعماله اكل في حاجات غريبه على بعض عشان ضغطي يتظبط. لما ضغطي وطي اكتر او عالي اكتر معرفش. المهم هنا اول ما ضربنا الصوص بتاعنا هننزل بقى بالملح، مش هنكتر ملح، حبه كزبره ناشفه وزيت زيتون وحبه خل. كده صوص الدقوس بتاعي بقى جاهز للاكل. يعني حبه رز وعليهم معلقه صوص دقوس، ده يكفيكي انك ما تاكليش معاه حاجه تاني. انا عندي ولادي بيعشقوه، ومن يوم ما بقيت اعمله لهم جنب رز البسمتي بقوا يحبوه. نجيب بقى بولات للتقديم ونغرف الصوص بتاعنا، بحيث ان هي وهي على السفره تقدري توزعي البولات بتاعتك زي ما انت عايزه. وادي الصوص كمان خلص، والرز كمان طفينا عليه. يلا نشوف بقى الديك نطلعه ونشوف بقيه السفره بتاعتنا هتكون شكلها ايه وعامله ازاي. وصل الكبير وصل. ايوه بقى زي ما انتم شايفين تحفه. استوى لونه كده، خد اللون ده يا جماعه على المروحه، ما شغلتش الشوايه خالص. وهنا الرز كمان كان استوى وكل حاجه كانت تمام، وضيوفي داخلين علينا وهنغرف الاكل وكله 100 فل وعشرة. ريحه الزعفران في الرز فظيعه، مبال فوق الفظيعه، حاجه كده يعني تستاهل بقكم. والرومي كان دايب 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 دوب يعني، بجد والله. انا عن نفسي مش بحب الصدور لان بتبقى لحمتها ناشفه وبتدخل في اسناني وبتبقى حالتي بالبلة. النهارده ما اكلتش غير من قطعه من الصدر من كتر ما هو ناعم ودايب. اخد ساعتين ونص، وزنه 14 كيلو قبل ما يتذبح. ف ما شاء الله كان، بصوا العظمه باينه شايفين، لدرجه ان هو كان سايح كده في نفسه وماسك نفسه برضو ازاي ما اعرفش. بألف هنا يا رب. وهنجرنش بقى بالشكل اللي تحبيه، ممكن تبشري جزر، ممكن تعملي ورده الطماطم، ممكن تحطي، طبعا انا عاملاه بالبرتقال ففضلت اني احط شرايح البرتقال. الشكل العام ده بتاعك انت، ما تحطيش حاجه خالص، اهم حاجه الطعم. في ناس اهم عندها الديكوريشن وان هم يطلعوا السفره بديكوريشن معين. انا بحب التست يكون عالي والطعم حلو، مفيش زفاره. حتى لو العين بتاكل على فكره، ولازم تظبطي المنظر العام، دي انا معاكم فيها. المهم هو انت كل يوم عندك عزومه يا سمر، المصاريف ما بتزهقيش. كل ضيف بيدخل بيتك بيدخل معاه رزقه، ورزقه بيناديله. كل ضيف بيدخل بيتك وربنا سبحانه وتعالى بيبعد عنك حاجات كتير وحشه. ربنا يا رب يكتر ضيوفي ويزيدهم ويزيدكم من فضله ونعمه، اللهم امين. وكل حد بيتمنى حاجه يلاقيها. هنا بقى دي السلطه، كان فاضل لها ايه في الاخر طشه كده بالمكسرات. انا عملت سوداني للاتنين زي ما انتم شايفين، ده الشكل العام والنهائي، حاجه كده يعني على راي خالته بتقول لي انا بس مش عايزه اكل غير سلطه من جمالها يعني. هنا بقى عندي خضار بالصوص بتاعها، حاجه كده البطاطس ماسكه نفسها والله العظيم، والبصل والكوسه والجزر كله مستوي على الشعره، يعني ساعتين ونص في الفرن ومستوي على الشعره زي ما انتم شايفين البطاطس. ابسط شيء الكوسه كانت اتهرت، لكن احنا مقطعين وعاملين حسابنا في قطع كبيره علشان عبال ما
تستوي وتغلي فتكون استوت 100. طبعا هنا كان في الاجنحه والكبده والقناصه والكلام ده كله هنحطها برده مع طبق الخضار. بألف هنا يا رب للي نصيب في حاجه. يا خلاص انا جايه لك، انت جايبه لي الشاي هنا ليه؟ انا جايه. انا غلطانه. لا اساسا قولي لهم ايه رايك في طعم الرومي النهارده؟ قولي. كتير يا جماعه. دي اول او تاني مره، بس اول مره. انت كلتيها؟ انا كنت عاملاها مره قبل كده. دي تاني مره. بصي طب والصدر جامد. ما كانتش موجوده وانا بتكلم. والله اما بقى جامد. صوص الدقوس ده كان بياخد الاكل في حته تانية خالص. ولادي بقوا يحبوا الرز بسببه. اشوفكم بقى في فيديو جديد. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه في حياتي.